السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو واحد الكوتي اقتصادي بجوج بيضات. دابا غندوزو لطريقه التحضير والمقادير. كاس تاع الطحين، نص كاس تاع السنيده، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، معلقه كبيره ديال الخل، خماره ولا فانيا وجوج بيضات. دابا غندوزو للمقادير ديال الطبقه الثانيه. كاس تاع الزيت الا ربع، كاس ونص ديال الطحين، معلقه صغيره ديال القرفه ولا فانيا وشويه د الملحه. دابا غندوزو لطريقه التحضير. غادي ندير جوج بيضات، درت هنا قبصه ديال الملحه، درت نص كاس تاع الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السنيده، هنا لا فانيا، وغادي نخلط هادشي. هنا بعد ما خلطتهم غادي ندير كاس تاع الطحين والخماره. غادي نغربل داك الطحين مع الخماره، وغادي نخلط. غندير ديك المعلقه ديال الخل، صافي غنخلطو كلشي. هنا بعد ما تخلطات ليا غادي نجيب المول. عندنا هاد المول، وغادي نكبها فيه. هنا صافي كبيتها، ونخليها ترتاح، وغنزيد نحضر معكم الطبقه الثانيه. هنا غندير كاس ونص تاع الطحين، هنا غندير كاس تاع السنيده، درت لافانيا، غندير ديك المعلقه ديال القرفه الصغيره، درت لافانيا، وغادي نخلطهم. هنا غادي ندير الزيت ونبدا نخلط بشويه بشويه. هنا صافي خلطتها.
انا غادي نجيب داك الماء. انا ما درتش كاس تاع الزيت كله، بقى ليا منه هاد الربع، داكشي على حسب الطحين. غادي نجيب داك المول وغادي نبدا نديرها من الفوق. هنا بعد ما درتها من الفوق غادي نشعل الفران على درجة الحرارة 160 وغادي نخليها نص ساعة، ومن بعد نشعل عليها من الفوق. هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى لكم شهية.